شيخ. أصيل وجودي أنا أم أيمن. أم أيمن. أم أيمن شنو؟ أيمن غريب. جندو. أخت جو. شنو؟ شنو ماضي 3 بالضبط. علاش جو؟ يعني ضربوا علينا ديريكت ضربوا علينا. ضربوك حتى لهنا دزوا عمك حسان. بعد ما دزوا عمك حسان أنا تلاقيت. قال لي وين ولدك؟ قلت له ولدي. قداش من كهرباء جوك؟ شنو رايك فيهم؟ شنو قداش نقول تقولوا ما يجونا حاجة. إيه وصلي شنو رايك؟ لابسين في الوحاب هكا كان عينيهم يطلعوا. قال لي احنا جينا نلوزوا على السلاح. قلت لك جبت لوزة على السلاح تفضل نعم بزوز الدم. شوف تلقوا السلاح تفضل كان تلقى سلاح تفضل زوز. أنا كان عم قال لها عمك حسن في ولا فيها سلاح تفضل زوز. شوف لا عندك الحق بعد التالي بعدنا هكا تفضلوا زوز. يقول أيمن ولدي ما أنا اللي خطفونا أيمن ولدي قلت له أنا سايب لي ولدي. طيب ولدي ما تهزوليش أنا نبدل ولدي السمي يقول له ما تهزليش لولدي ما تنبطوا على السلاح اتفضلوا شوف هاو ولدي لهنا وهاو السلاح شوفوا كان تلقوا السلاح هزوا ولدي والسلاح زدوا فرق لا ده كان ولدي صغير هذا تخرج خفت على ولدي باش يضربوا ولدي ويمرشوا فينا وعمك حسن ويدزوا فينا قلت له أنا وين القانون اللي يقول لك هكا ما قلت له ولدنا يصيح بنتي وين القانون اللي يقول لك هكا باش تدعم علي انا ما كتبت عليه وكان لقيت سلاح عندك الحق تلقى سلاح عندك الحق تلقى حاجه عندك الحق وين القانون اللي يقول لك هكا تدعموا علي يكون في الكلام دزونا انا وعمك حسن وخطفوا مع ايمن ولد هزوا ايمن ضربوها قدامي ليه اما الداخل ما نعرفش فنشوف باب صبري باب صبري مشي قلت له هو عمك حسن ربي يخطف وما ضربوش جبت عمك حسن وانا نتعرض على وندير أيمن ما يعمل شيء حاجة تغضب ربي والله لا يعمل وأيمن بدي شو اسمه قلبي ما همش هني حتى وقت الخوذة ما همش هني يا ربي صلت بركتها كما بركتوني البارح يعني الله يروح ثاني أنا أقول لك بإذن الله يروح لو دي حملة أنا على بعض يضربوا لي ولدي وكان أستاذ تعترف ما بقولش إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يروح ما تخافيش قولي أنا شكون أنا ولدي ولدش السيدة لكن وقت جوكم قبل وساعتين تعلي شنو لابسين بالضبط؟ لابسين تيجر نوار كلهم قداش من واحد هكاك؟ جا 10 درهم عليا بالسلاح ضربوكم؟ ايه ما ضربونيش اما ديرهم فجعوني بالسلاح من بيت البيت يلوجوا شبيه هو ولدي شنو هاي شنو يحكوا معاك يديرهم شنو هو الكلام؟ يلوجوا عليه على ولدي ما كسروش حاجة ما لا ما كسروش يلوجوا على ولدي فهم أنا روعوكم قالتهم علاش ما حبوش يقولوا لي علاش ما حبوش يقولوا لي علاش ويخدم ولدك يخدم شيء يخدم ولا بس عليه ما عنده يخدم على روحه يمشي الصباح يروحنا شيء ايه حتى هكي لابد التلقيت كي ما تمشيش الحانوت يمشي يدري يمشي يعمل حاجة هاي بسكليت كان في حاجة ما يجيبش البسكليت عندي طفل مريض يقلق خوه يمشي بيت هكا في حانوت ولا خاطرش اخوه قال مريض ياكل بالدوية الطفل مريض تحتسبي أجرك الربي بإذن الله وتو إن شاء الله نوصلوا حسبي الله ونعم ادعي لهم إن شاء الله ادعي عليهم حسبي الله ونعم الوكيل إن شاء الله بإذن الله خير فهمني إن شاء الله بإذن الله هذه إعلامية أبوها زاد فهمني يحكي لنا زاد كيفاش يعني صارت الحكاية واحد كيفاش جوله يعني مرته يخدم في الليل وفي يعني أنا ولدي معدي 5 سنين يعاود يعمل حكاية أخرى هو ذاك الحق وتعصب والله نفوت نخدم عليه ايه مرة كبيرة ونمشي نجيب له قط يبوه ما عندوش إن شاء الله ربي يبارك فيك إن شاء الله بإذن الله هني لا داعي لكن يخرج لي هو ولدي تو باش يعمل حاجة ما ينجمش يعمل حتى شيء خاطر شي هو حسبي الله ونعم الوكيل يا ربي حسبي الله ونعم الوكيل